السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. وصفتنا اليوم كيكة بالشوكولاتة أو كيكة المول العجيب، طريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا، اقتصادية جدا جدا، ومكوناتها إن شاء الله موجودة في كل بيت أكيد 100%. طبعا بحبتين بيض فقط كنتحصلوا على كيك بحجم عائلي كيجي مفشفش وقطني ومعلكة ولذيذة بزاف بزاف، وإن شاء الله تبقى معتمدة عندكم بهذه الطريقة هذه بإذن الله. تبع الفيديو للأخير باش تستافدوا أكثر. إلى أول مرة كتشوفوني أنا زينب أزكري على قناة وصفات لذيذة هابي فود. إلا عجبكم فيديو ما تنساوش تشجعوه باللايك أو الإعجاب فيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله. نخليكم مع طريقة التحضير، فرجة ممتعة. بالنسبة لمكونات الكيك اللي بسيطة جدا، عندي 2 حبات من البيض اللي تيكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ونضيف لهم نصف كأس من السكر الخشن أي سكر سنيدة، مقاس الكأس كأس العنبة. غنضيف كذلك ساشي بتاعت فانيلا او ملعقه صغيره فانيلا، وهنا غير بالطراب اليدوي نخدموا الخليط بتاعي جيدا، يعني نخدموه مزيان حتى ما كيبقاوش يبان لينا الحبيبات ديال السكر، كيختفيو تماما في البيض. من بعد ما خدمت الخليط بتاعي جيدا غنضيف نصف كأس من الزيت، دائما كنخدم معكم بمقاس كأس العنبه، نصف كأس من الزيت، ونمزج الخليط بتاعي جيدا جيدا حتى كتحسوا بالخليط بدا كيتقال معكم حتى كنتحصلوا على القوام هذا. هنا نضيف لهم نصف كأس من الحليب اللي تيكون بدرجه حراره المطبخ. دائما الكيك اللي كنخدم معكم كيكون البيض والحليب دائما بدرجه حراره المطبخ، يعني خاصهم يكونوا دافين شي شويه. صافي نمزج الخليط بتاعي جيدا حتى كتنسجم لينا العناصر مع بعضياتها. هنا كضروري كنحتاجوا المنخل او الغربال، وكنضيف الكأس الاول من الدقيق الرطب متعدد الاستعمالات اي الفورس بمقاس كأس العنبه. كنخلو جيدا وكنخلطو بالسباتيلا او بالطراب اليدوي جيدا جيدا حتى ما كيبقاوش لينا الحبيبات ديال الدقيق. كيف كتشوفوا معايا هنا كل ما كنخدم الخليط بتاعي كل ما ديك الحبيبات ديال الدقيق كيختفوا لينا. هنا نزيد ليهم نصف كأس من الدقيق، ضروري كنخلو جيدا بنفس الطريقه، يعني هنا ياخذ معكم كأس ونصف من الدقيق الرطب متعدد الاستعمالات، وغنضيف لهم ملعقه كبيره من الكاكاو بودره، من الافضل تكون نوعيه ممتازه، وغنضيف كذلك ساشي تاع بيكين باودر اي خميره الحلويات اللي بوزن 7.5 غرام. صافي وكنخلو جيدا جيدا وكنخدمو بنفس الطريقه بالسباتيلا او بالطراب اليدوي. هنا كنخدمو جيدا يعني حتى كيختفوا لكم هذوك الحبيبات ديال الدقيق والكاكاو، بالاخص الكاكاو كيبقاو فيه هذوك الحبيبات، فخدموه جيدا جيدا حتى ما كيبقاوش فيه الحبيبات بتاتا. وكيف العاده دائما المكونات كلها نخليها لكم في صندوق الوصف. كيف كتشوفوا معنا هذا الخليط اللي تحصلنا عليه، يعني ملي كنهزو كيبقى الخليط متصل معنا ما كيتقطعش معنا بتاتا، وهذا القوام اللي مطلوب. بالنسبه لقلب الكيك، هنا عندي قلب الكيك المول العجيب اللي كيكون نازل من الجوانب وطالع من الفوق في الوسط بهذا الشكل هذا، اللي كيكون بحجم متوسط. كنضيف له ملعقه كبيره من الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، وكندهنو جيدا من جميع الجوانب وكذلك في هذوك البلايص اللي كيكونوا نازلين معنا. وكنضيف له ملعقه كبيره من الدقيق الرطب متعدد الاستعمالات اي الفورس، هكذا باش كندوروا عليه كامل كامل كيبقى لنا طبقه رقيقه من الدقيق بهذا الشكل هذا. وكنقلبو كنفضو كامل كامل باش كينزل لنا هذيك الزوائد ديال الدقيق كامله، وكتبقى لنا طبقه رقيقه بهذه الطريقه هذه. مباشره كنصب الخليط، كنهز يدي الفوق وكنصب الخليط غير في الوسط فقط، ما كندوروش عليه كامل، يعني في الوسط وانا كنصب الخليط حتى كننزلو كامل، وهو راه كينزل بوحدو في الجوانب. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم راه مقادير مضبوطه جدا. بالنسبه للقالب ديال المول العجيب، هنا كنقادو جيدا وكنخبطو على سطح العمل هكذا باش كيخرج هذيك الفقاعات كامله اللي فيه. مباشره كندخلها الفرن اللي كيكون سخون قبل على درجه حراره 150. انا استعملت الفرن ديال الضو، كنخليه يطيب لينا من التحت، كنقلبوه هكذا بواحد العود كيكون ناشف معنا، وكنفتح عليه من الفوق بيد ما كينشف معنا لمده 5 دقائق من الفوق، يعني ما تفتحوش عليه الفران لمده 15 دقيقه الاولى. كيف كتشوفوا ملي كندخل فيه العود هكذا كتخرجوا كتلقاوه ناشف معكم. صافي هنا نحطوه جانبا حتى كيبرد معنا باش نقلبوه بكل سهوله. وندوزو مباشره باش نحضروا صلصه الشوكولاته. بالنسبه لصلصه الشوكولاته عندي هنا الشوكولاته السوداء والشوكولاته بالحليب. هنا باش نحضروا الكناش ديال الشوكولاته اللي كيعطيها واحد المذاق رائع. ضفت الشوكولاته وهنا عندي كأس من الحليب اللي تيكون مغلي جدا، كنضيفوا الشوكولاته هكذا كنخلطوا بالملعقه بشويه بشويه حتى كنتحصلوا على الكناش
ديال الشوكولاته. بالنسبه لهنا بدون ما تستعملوا كريمه ديال الخفق، من الاحسن تستعملوا الحليب، كيعطي واحد القوام اللي رائع جدا. صافي هنا كنخلطو مزيان مزيان، كل ما كنخلطو كل ما هذيك الشوكولاته كتبقى تقل معكم اكثر. كيف كتشوفوا هذا القوام اللي تحسنا ليه، كل ما كيبرد اكثر كل ما كيتقل معكم اكثر بهذا القوام هذا. وهذا هو صلصه الشوكولاته اللي كيعطي واحد المذاق رائع. هنا كنرجعوا الكيك بتاعنا كنلقاوه برد معنا. بالنسبه لهنا الا حبيتوا تقدموه للضيوف طبعا كتضيفوا هذا الورق من الفوق الاول، ومن بعد كنضيف الصحن من فوق الورق. كنقلب القالب بتاعنا بهذه الطريقه هذه. كيف كتشوفوا ما شاء الله الكيكه ناجحه 100%، وكتجي رائعه جدا، يعني بواحد القوام اللي رائع ما شاء الله ولا اروع. ومباشره كنصبوا الخليط بتاع الشوكولاته غاناش الشوكولاته اللي حنا استعملنا. كيف كتشوفوا القوام بتاعها ما شاء الله تماسك اكثر، غير ما تخليوهاش تبرد اكثر باش ما تنجمدش ليكم. كيف ما كتشوفوا القوام ينفو كيوصل هكايا صافي كنضيفوا مباشره فوق الكيك في هذيك البلاصه اللي تتكون فاضيه معنا في الوسط. كنصب الخليط بتاعي كامل بهذه الطريقه هذه، وكنقادو غير بالايد بتاعي هكذا، حاجه خفيفه كنزيزعو هكذا باش كيتقاد معكم بهذا الشكل هذا. مباشره كندخلها الثلاجه لمده 5 دقائق، راه كينشف بسرعه، او المجمد لمده 5 دقائق. بالنسبه للتزيين انا استعملت الكركاع اي عين جمل كنضيفوه هكذا في الجوانب. ممكن تستعملوا فيرميسيل الشوكولاته، حبيبات الشوكولاته، الفول السوداني مهرمش، او الكاكاو مهرمش طبعا، او اللوز مهرمش اللي متوفر عندكم في المكسرات للتزيين، حبيبات ديال الحلويات تاع الكيك. فكيبقى لكم على حسب الاختيار بتاعكم. هنا زينته بالخطاط الشوكولاته اللي ذوبتها في حمام مائي هكذا باش كيعطي واحد المنظر جميل. طبعا كيعطي واحد المنظر راقي جدا. اذا حبيتوا تستعملوه للضيوف كذلك للناس او ليكم طبعا نفسنا لنا حق طبعا الاولى، فكتزينوه بهذا الشكل هذا. وصدقوني ما شاء الله كيف كتشوفوا الكيكه اللي تحصلنا عليها كتجي رائعه جدا. بدون ما تسقيوها كتجي معلكه بواحد القوام اللي رائع جدا، ما كتجيش ناشفه، كتجي رطبه وهشيشه ولذيذه بزاف بزاف. هنا نقسم معكم واحد المغصو باش تشوفوا بسم الله. كيف كتشوفوا معايا القوام ديال الكيك كيجي اسفنجي، قوامه طالع ورائع جدا. صدقوني كيجي معلك ولذيذ بزاف بزاف، وطبعا بدون ما كتسقيوه كيجي بهذا القوام اللي رائع. غير هذاك الكاناش ديال الشوكولاته راه كتخليها معلكه، وحتى القوام اللي عطيتكم او المقادير اللي عطيتكم ديال الكيك كتجي مضبوطه وما كتجيش ناشفه، كتجي رائعه جدا. انا ما عليا الا نقول لكم جربوها ان شاء الله تنال الرضا بتاعكم، وغتبقى معتمده عندكم اكيد بهذه الطريقه هذه باذن الله. كتجي لذيذه بزاف بزاف ما شاء الله. نتمنى الوصفه ديال هذا النهار او الفيديو ديال هذا النهار ينال الرضا والاستحسان تاعكم اكيد باذن الله. تخليكم في امان الله وحفظه. دمتم بالف خير، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.